لا تقلق، رزقك مقسوم وأمرك محسوم وقدرك معلوم، وربك رحيم كريم قيوم. انفض غبار اليأس ولملم أوراقك المبعثرة وانهض، فقد أثبت أنك غير قابل للكسر، واجعل تلك الخدوش أوسمة دالة على شرف المحاولة وعدم الاستسلام. الخسارة يا صديقي لا تعني أنك فاشل، بل تعني أنك لم توفق بعد، لا تعني أنك لن تصل، بل تعني أن هناك طريقا آخر فابحث عنه. هي وقت مستقطع واستراحة مقاتل وتجربة مجتهد، وقبل ذلك كله وبعده قضاء الله عليك وخيرته لك. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب عنه وبدا المكروه فيه. ابدأ خطواتك الأولى في محاولة جديدة، وانزع نفسك من بين زحام الموجودين في القاع، واصبر، فالعناء في الابتداء والتعثر في البداية مباح، والنجاح بإذن الله متاح. فإن استطعت أن تجري في طريق النجاح فافعل، فإن لم تستطع فهرول، فإن لم تستطع فامشي، فإن لم تستطع فاحبو، فإن لم تستطع فازحف. المهم لا تتوقف، فللفراغ جاذبية يصعب التخلص منها. إذا تم رفضك أيها الآمل فانتظر مكرمة ربك، فعلى الله رزقك ولن يضيعك. فإن ظفر غيرك بما تريد فقل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن فاتتك فرصة وشعرت بحرقة لفواتها فأطفئ لهيبها بقول الله عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. تأمل قول ربك وإن يردك بخير فلا راد لفضله. آية تدفعك حين تشعر أن هناك من يمنعك. يدبر الأمر. آية إن سكنت قلبك أسكنت. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. آية تخبرك أن معوقاتك لن تبلغ الجبال، فاستعن عليها بالكبير المتعال. هو علي هين. آية تؤكد لك أن الصعوبات تهون وأن أمر الله يكون. أيها الآمل المتفائل، انفض غبار اليأس عن ثوبك، ارفع رأسك واتجه لهدفك، فأنت لست مشكلة تحتاج إلى حل، بل جوهرة تحتاج إلى محل. فابحث في الفرص من حولك لتجد مكانا تلمع فيه. لا تنتظر صوتا يناديك، ولا رقما يتصل بك، ولا رسالة تخبرك بما يسرك، بل فوض الأمر لربك واطلب الخير بنفسك. نم آخر الناس وبكر بكل حماس، فالبركة في البكور. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. السماء يا صديقي لا تمطر ذهبا ولا فضة، وقد جعل الله لكل شيء سبب، فابذل السبب وارتقب الفرج. أيها الآمل، إن فعلت وحاولت وجربت ورغم ذلك فشلت، ومرت أيامك بلا عمل ولا بصيص أمل، فأكثر من البر والهج بالاستغفار، وداوم على الصدقة وصلة الرحم والدعاء، وانتظر عطايا الإله. ولا تقل كل أحلامي غدت كوابيس أليمة. لا تقل لا سبيل إلى لقمة العيش الكريمة. لا تقل لم يعد في الناس شيمة، لكنها أرزاق ربي مع تدابير حكيمة. أيها المحبط مهلا لن تحجب الشمس غيمة. جدد الآمال دوما سوف تحظى بالغنيمة. حاول ثم عاود ثم واصل، لا تحطمك الهزيمة. أبدل الهاء عينا ثم واصل بالعزيمة. أيها المحبط يوما أنت لم تفعل جريمة. افعل الأسباب وارقب حكمة الله العظيمة. يا صديقي أنت لم تفعل جريمة، أنت لم تسرق ولم تغصب ولم تكذب، فلا ترضى الشتيمة. فارفع الرأس بفخر واطلب الرزق بعزم، واسأل الله بقلب لقمة العيش الكريمة. أرجوك يا صديقي كن واقعيا في كل شيء، إلا في الدعاء فبالغ، فأنت تسأل رب المستحيل.